السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا زي ما احنا متفقين، اي حد هيطلب اي حاجة في اللعبة دي او اي لعبة تانية باذن الله هحاول اوفرها له على قدر المستطاع. فزي ما طلب الاسطورة ده اعمل الفيديو ده عملته له، وانتوا كمان يا جدعان لو اي حد عايز اي حاجة عن الالعاب يكتبها لي في الكومنتات. فبالله عليكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، عايزين نوصل 100 مشترك في اسرع وقت. بالله عليكم يلا. في فيديو النهاردة هيكون عن مشكلة اللاج. دايما اللاج بيعتبر مشكلة رئيسية في اي لعبة، لكن موضوعنا النهاردة عن لعبة راسلينج ريفولوشن 3D وحل مشكلة اللاج والبطء في اللعبة. انا عبد الله من قناة ستايل جيم، اهلا بيك لو انت جديد في القناة، ولو انت مشترك ومتابعني فليك والله احلى تحية وبشكرك جدا. ومن غير ما اطول عليكم اكتر من كده يلا بينا نبدأ. ده جهاز قديم 1 جيجا رام. هنشوف ازاي سرعة اللعبة بعد ما نحل المشكلة عاملة ازاي. تعالوا اقول لكم ايه هو اللي بيعمل لاج وبطء شديد في اللعبة. هو الخيار ده لو شغلته هيعمل لك لاج وبطء شديد في اللعبة، بس هيحسن لك الجرافيك. تعالوا نجرب ونشوف الخيار ده هيخلي اللعبة ازاي بطيئة. بس يا جماعة لو سمحتوا، لو الجهاز ضعيف بالله عليكم مش تكونوا منزلين مود تقيل من اللعبة، يكون حوالي 300 ميجا وتقول لي لسه المشكلة موجودة، لان انا شرحي على اللعبة الاصلية لانها بتشتغل على اي جهاز بدون اي مشاكل. اهو دي تجربة، شايفين اللاج عامل ازاي يا جماعة؟ اللعبة بطيئة اوي. فتعالوا يلا بينا نحل مشكلة اللاج دي. هتفتح اعدادات اللعبة جوه وهتزود السرعة لاعلى حاجة خالص، وهتطفي الاربع خيارات اللي تحت دول. الخيار الاول اللي هو الحكم، طبعا انا شرحت الكلام دوت في فيديو لو عايز تشوفه. بعد كده هتطفي الخيار اللي هو بتاع اللايتنج، لو انت عايز تسيبه براحتك، هو مبأثرش في اللاج قوي، بس علشان اللعبة ما تكونش معاك بطيئة. احنا بس علشان هنلعب اللعبة بجرافيك عالي وبدون لاج يعني بسيط للأجهزة الضعيفة طبعا. اهو زي ما انتوا شايفين وانتوا تحكموا اهو. انا بصراحة شايف ان اللعبة مفيش لاج وكمان جرافيك عالي، ده وكمان على جهاز 1 جيجا رام. يعني اللعبة لو بتلعبها على 2 مثلا 3 رام هتبقى بتفرق طبعا، حاجة جامدة خالص يعني، جرافيك عالي واللعبة من دون لاج خالص. ولو يا صديقي الطريقة دي مش شغالة وحاسس ان في لاج برضو، تعالى ننتقل على الطريقة التانية. الطريقة التانية بدون لاج نهائي، يعني مفيش لاج خالص. هتزود سرعة اللعبة برضو. بعد كده هتطفي بقى الاربع خيارات كاملين. هتخلي اول خيار ده 2 بس، دي معناها ان الشخصيات ما يزيدش عددها عن 2. اهم حاجة هتطفي الخيار اللي هو بتاع الشادو، وهتشوف النتيجة هتفرق معاك جدا. وطبعا اللايتنج هي كمان. وتعالوا نجرب ونشوف، مش هتصدقوا بجد سرعة اللعبة عاملة ازاي وبدون لاج نهائي، والجرافيك يعني كويس صراحة. اللعبة سريعة جدا، مفيش لاج خالص زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعة. ولو انت محمل مود وجهازك ضعيف انصحك جدا انك تطبق الطريقة دي علشان هيفرق معاك جدا. وهسيبكم تشوفوا الجيم بلاي ده وانتوا تحكموا وتقولوا لي النتيجة في الكومنتات.
وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام.